مؤسسة أخرى تعلن خفض التصنيف الائتماني لمصر. إيه تفاصيل التخفيض؟ وإحنا بعد ما كل شوية مؤسسة بتعلن إن هي بتخفض التصنيف الائتماني بتاع مصر، رايحين على فين؟ تعالوا بينا نقول لكم كل التفاصيل. السلام عليكم أعزائي متابعي قناة بنوك مصر. قبل أي حاجة خالص دعواتنا لإخواتنا في فلسطين، ربنا يصبركم وربنا ينصركم إن شاء الله نصرا عزيزا قريبا إن شاء الله. طيب نخش في موضوع حلقتنا، وهي المؤسسة التانية اللي أعلنت مؤخرا بعد مؤسسة موديز اللي كنا اتكلمنا عنها إن هي برضو خفضت التصنيف الائتماني بتاع مصر في الحلقة دي. فبرضو أعلنت مؤسسة ستاندر أند بورز عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر. طيب مبدئيا كده ستاندر أند بورز في شهر 4 2023 إن هي خفضت التصنيف الائتماني بتاع مصر إلى بي مع نظرة مستقبلية سلبية. حاليا برضو خفضت التصنيف الائتماني وعدلت التصنيف الائتماني لمصر من بي إلى بي نيجاتيف أو بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة. فهي خفضت التصنيف القصير الأجل إلى سالب بي، وعدلت النظرة المستقبلية طويلة الأجل إلى نظرة مستقبلية مستقرة بعد ما كانت نظرة سلبية. فده هتلاقيه سلبي في شيء وإيجابي في شيء. سلبي في الشيء إن هي اتحولت إلى بي سالب، وإيجابي إن هي حولت النظرة المستقبلية طويلة الأجل إلى نظرة مستقبلية مستقرة. سبب التخفيض الائتماني بتاع ستاندر أند بورز لمصر هو نفس السبب تقريبا بتاع التخفيض بتاع مؤسسة موديز. فستاندر أند بورز قالت في التقرير بتاعها إن سبب التخفيض بسبب التأخير المتكرر في الإصلاحات النقدية والهيكلية وتفاقم اختلالات سوق الصرف، وبرضو تدهور الأصول الأجنبية بالبنوك. فيما معناه وتلخيص الكلام ده كله بتقول لك المشكلة كلها في الدولار، نقص الدولار عندك في البنوك ونقص الدولار عندك في البلد وتفاقم الدولار وأزمته في السوق السوداء، وإن أنت مش عارف توفر دولار، وإن أنت مش عارف تجتمع مع الصندوق وتعمل المراجعة الأولى أو المراجعة الأولى والتانية والتالتة حتى وتصرف الدفعة بتاعت الصندوق. فأنت عندك اختلالات كبيرة، والإصلاحات الاقتصادية وبيع الأصول اللي أنت بتبيعها في الفترة الأخيرة مش عارف برضو تسرع الوتيرة بتاعته، وبالتالي الأزمة كلها متلخصة في الدولار. فبالتالي خفضت التصنيف الائتماني بتاعها، لكن ادت نظرة مستقبلية مستقرة على اساس ان هي بتشوف ان مع الوقت الازمة ديت هتتحل، وبالتالي البنوك والدولة هتبقى قادرة على سداد ديونها بالعملة الاجنبية، وبرضه هتبقى قادرة على حل المشكلة بتاعة الدولار مع الوقت. طيب نيجي لسؤال مهم، وهو التصنيف الائتماني للبلد مهم في ايه، والتصنيف الائتماني بتاع البنوك مهم في ايه؟ مبدئيا كده يا جماعة، التصنيف الائتماني بتاع مصر ده او بتاع البنوك هو تصنيف مهم جدا جدا جدا. في ايه يا عم؟ اولا التصنيف ده بيبقى مهم للمؤسسات المالية الدولية. اما بتيجي مثلا تتعامل مع اي مؤسسة دولية كبلد مثلا مصر، بتتعامل مع صندوق النقد او اي مؤسسة دولية، بتبص على التصنيف الائتماني بتاعك. هل التصنيف الائتماني بتاعك كويس وفي الحدود الامنة ان انا اقدر اديك قرض واتعامل معاك بكل سهولة، ولا التصنيف الائتماني بتاعك مش كويس فبالتالي هفضل احط عليك شروط قد كده وشروط تعجزك طبعا عشان تقدر تقترض من عندي، وده في الاغلب اللي بيعمله صندوق النقد معانا مؤخرا. ولا انت التصنيف الائتماني بتاعك معدوم خالص وبالتالي مش هتقدر تقترض ومش هتقدر تتعامل. التصنيف الائتماني بتاعك مهم جدا في ان هو بيدي ثقة للمستثمرين ان هم يجي يستثمروا عندك ولا لا، لان اما كل المؤسسات تخفض التصنيف الائتماني بتاعك ده بيدي نظرة سلبية للمستثمرين ان هم يجي يستثمروا عندك، لان انت ممكن في اي وقت ما تقدرش تلتزم بالتزاماتك بالعملة الاجنبية للمستثمرين دي. فده برضو شيء سلبي للأسف، خفض التصنيف الائتماني للبلد نفسها. طيب التصنيف الائتماني للبنوك اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده برضو مهم للبنك، في ان هو برضو بيدي ثقة البنوك اللي بره في البنك اللي عندك. لو احنا عندنا مثلا مستورد عاوز يجيب حاجة من بره، فبيجيب مثلا البنك الاهلي او بنك مصر بيبقى وسيط ليه، فالبنك اللي بره بيرجع يشوف هو البنك الاهلي او بنك مصر او بنك القاهره او اي بنك المورد ده جايبه او المستثمر ده جايبه، يشوفوا هل التصنيف بتاعه كويس ولا لا، ويبقى عنده ثقه في البنك اللي المورد بتاعنا جايبه ولا لا. وبالتالي لو التصنيف الائتماني بتاع البنك ده قليل جدا ومعدوم، مش هتعرف تتعامل وانت كمورد
بالنسبه لمصر مش هتعرف تستورد حاجه من بره، فبالتالي مش هيبقى في ثقه. والعكس طبعا، لو التصنيف الائتماني بتاعك كويس ومرتفع هتلاقي البنوك بتتعامل معاك بكل ثقه، ومش هتفضل تطلب منك استيفاءات وشروط كتيره جدا عشان تقدر تستوفى الحاجات اللي المورد بتاعك عاوزها، وبالتالي العجله بتاعت الصناعه والانتاج عندك تشتغل. وطبعا العكس خالص لو التصنيف بتاعك مش كويس وما قدرتش تستورد من بره وتصدر والكلام ده كله. فبرجع اكرر واقول خفض التصنيف الائتماني بتاع مصر عامه او بتاع البنوك مش كويس، ولكن خلونا نقول ان لحد الان المؤسستين اعطوا نظره مستقبليه طويله الاجل مستقره على امل ان الامور تتحسن. ولكن برضو يا جماعه هرجع واقول نفس النقطه، لحد الان خفض التصنيف الائتماني بتاع البنوك هي موديز خفضته، لسه ستاندر اند بورز ما خفضتوش، ومتوقع ان هي تخفضه، لان زي ما قلنا قبل كده ان هي طالما خفضت التصنيف الائتماني بتاع البلد كلها فطبيعي ان هي تخفض البنوك اللي موجوده جوه البلد. ولكن اللي قلناه قبل كده هنكرره برضو، وهو ان مش معنى خفض التصنيف الائتماني بتاع البنك عندك ان عندك مشكله في البنوك، بدليل ان هي كانت اتخفضت اكتر من مره خلال الفتره الاخيره بسبب خفض التصنيف الائتماني بتاع البلد كلها ومشكلتها في مشكله الدولار. وبرضو البنوك مستقره الحمد لله وما فيهاش ازمه، لو ليك فلوس بالمصري بتروح تاخدها، لو ليك فلوس بالدولار بتروح تاخدها، لو ليك فلوس باليورو بتروح تاخدها. فاي فلوس ليك في البنك، البنك بيبقى ملتزم جدا بالدين بتاعه في ان هو يرده لك في اي وقت. واغلب الناس اللي راحت خدت فلوسها او كانت بتتعامل مع البنك خلال الفتره اللي فاتت سواء دولار او سواء مصري كانت بتاخد فلوسها ما فيهوش اي مشكله. فاللي انا عاوز اوصله لحضرتك ان خفض التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك شيء مش ايجابي، ولكن لحد الان البنوك مستقره، عشان ما حدش يعمل لكم ذعر ويقول لك البنوك هتفلس والكلام ده كله، وخفض التصنيف الائتماني وتروح تسحب فلوسك وتاخد فلوسك ما تبقاش عارف توديها فين. فلا، قصه ان البنك ما يلتزمش بدينه معاك ويديك فلوسك دي مستبعده جدا يا جماعه حتى بعد خفض التصنيف الائتماني. وبرجع اكرر تاني عشان بس الناس ما تنتقدش وخلاص وتقول انت بتجامل وخلاص زي ما حصل المره اللي فاتت والناس ما فهمتش المقصود من الحلقه. انا بقول اهو بكل صراحه، خفض التصنيف الائتماني سواء للبنك او للبلد عامه شيء مش ايجابي خالص، وبالعكس كل شويه ما تطلع مؤسسه تخفض التصنيف الائتماني ده للاسف مش كويس وبيودينا لحته مش كويسه. لكن احنا نتمنى ان شاء الله ان الامور تتحسن. لكن اللي عاوز اوصله لاغلب الناس اللي بتتابعنا اللي هي في الاغلب ليها فلوس في البنوك وفي الاغلب ليها فلوس بالمصري مش بالدولار كمان، فلوسك في امان ما فيهاش اي مشكله. ولو ليك فلوس بالدولار فلوسك في امان ما فيش اي مشكله، والكلام ده انا وضحته قبل كده. انت لو ليك فلوس بالدولار في اي وقت خلال الفترات اللي فاتت والناس اللي كانت بتروح تاخد حوالات او بتاخد فلوس بالدولار من حساباتها بالدولار، البنك ما بيتعنتش معاك وما بيقولكش انا مش هديك فلوسك. هو ممكن يعرض عليك ان هو يغير لك بسعر ريت اعلى شويه من السيد في البنك، حبيت بيغيرك، ما حبيتش بيديك فلوسك كلها سواء باي عمله اجنبيه او بالمصري. ده كده كل موضوع حلقتنا النهارده، وطبعا نتمنى ان شاء الله ان الامور تتحسن خلال الفتره الجايه، وخصوصا في ظل الظروف الحاليه والحرب بين فلسطين واللي ما يتسموش والحرب الروسيه الاوكرانيه والظروف عندنا في مصر والتعويم والانتخابات والقصه ديت كلها. فطبعا الوضع للاسف ضبابي، فنتمنى ان الامور تتحسن والامور توضح ان شاء الله. محدش طبعا بيجامل ولا انا بجامل ولا انا بقول حاجه، بالعكس كلنا متضررين وكلنا ملطوطين باللي بيحصل. فنتمنى طبعا ان الامور تتحسن. وده كده كان طبعا كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.